وانا بقرر ان انا ابدا قناه على يوتيوب ما كانش في دماغي اي حاجه، ولا كان في بالي خطه، ولا انا عايزه اعمل ايه في حياتي. بس كان في حاجه واحده بس انا عارفاها، وهي ان انا عايزه اوصل ل1000 سبسكرايبر. الموضوع ما كانش سهل وما كانش ببساطه ان انا انزل كام فيديو وساعتها هيجيلي سبسكرايبرز على طول. الموضوع اخد مني 4 سنين عشان مريم توكس دلوقتي يكون عندها 1000 سبسكرايبر على يوتيوب. عشان كده انا عملت التورته دي عشان نحتفل مع بعض بان احنا وصلنا ل1000 واحد في العيله ديت. وزي ما التورته دي كانت محتاجه وقت ومجهود وصبر ويعني حاجات كتير قوي عشان تطلع بالشكل ده، القناه دي برضو كانت محتاجه الوقت والمجهود دوت. والاهم من ده كله كانت محتاجه ان انا اديها فرصه واديها فول مريم واشتغل عليها بكل حاجه عندي. وبالمناسبه دي حبيت ان انا اشارككم حاجتين مهمين اتعلمتهم خلال رحلتي في 4 سنين على يوتيوب. اول حاجه، يوتيوب ساعدني ان انا اكون صداقات كتير، لان انا في حاجات كتير ما كنتش عارفاها، فكنت بلجأ لان انا اروح لناس فاهمه اكتر مني واسالهم على الحاجه اللي انا مش عارفاها واطلب منهم يساعدوني. وواحده من اعز اصدقائي دلوقتي هي صاحبتي، بسبب ان انا رحت سالتها تساعدني انها تصور معايا فيديو على يوتيوب، ودلوقتي احنا بست فريندز الحمد لله. تاني حاجه يوتيوب ساعدني اعملها ان انا اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي، مش بس ان انا اقف قدام كاميرا واتكلم. يعني انا فعلا فاكره اول فيديو ليا على يوتيوب انا فعلا كنت كل دقيقتين بقعد اضحك، مش عارفه اقول جمله على بعض، مش عارفه اصور اصلا، مش عارفه اكون براحتي قدام الكاميرا حتى وانا لوحدي مش حد معايا. فدي حاجه فرقت معايا جدا جدا. وتاني حاجه ان انا في 2022 بدات ان انا انزل واصور بره في الشارع قدام الناس فدي حاجه برضو خرجتني بره الكومفورت زون بتاعي جدا، وانا ممتنه ليها لانها فرقت في حياتي الاجتماعيه وخلتني شخص قادر ان هو يكون علاقات بطريقه اسهل وابسط. اخر حاجه حابه اقولها، شكرا لكل حد عمل سبسكرايب وكل حد كان بيتابع الفيديوز اللي انا بعملها ولسه بيتابع. اتمنى ان احنا نستمر مع بعض ونفضل نكبر نكبر لحد لما ازود صفرين كمان على ال1000 دي. واشوفكم الفيديو جاي. باي.